تخيل انك نازل البحر دلوقتي ومش شايف اي حاجة غير اللي الكشاف منورهولك. العالم حواليك بيتغير، كائنات أول مرة تشوفها بتلعلع بالإضاءة الحيوية. المحيط بالليل حاجة تانية خالص يا صديقي. الغوص بالليل يعني الرؤية محدودة وصعبة شوية، فلازم نختار المعدات بعناية. أهم حاجة الضوء، كشاف كبير ومعاك واحد احتياطي، ولازم يكون عندك إضاءات زيادة على المعدات والتانك للأمان، وكمبيوتر الغوص عشان تحدد العمق والوقت بسهولة. الاستعداد والتخطيط هو اللي بيخلي الغوص الليلي آمن وسلس. أول وأفضل حاجة المكان اللي هتغوص فيه بالليل ده تكون غطست فيه بالنهار قبل كده. تاني حاجة البادي سيستم، ما ينفعش تنزل لوحدك، زميلك لازم يكون معاك وقريب منك وعارفين الإشارات كويس. الغوص الليلي يا صديقي تجربة تخطف الأنفاس. لو جهزت نفسك صح هتشوف عالم خيالي وهتحس إحساس عمرك ما هتنساه. قول لي بقى، لو جاتلك فرصة تغطس بالليل هتجرب ولا هتخاف؟ اكتبولي في التعليقات.